تجربة سجن ستانفورد تعتبر من التجارب النفسية الشهيرة، وأحيانا تعتبر من أغرب التجارب اللي سمعنا عنها. التجربة بدأت في صيف 1971، وكانت فكرة البروفيسور في علم النفس الدكتور فيليب زيمباردو، اللي كان شغوف بفهم تأثير البيئة والسلطة على السلوك الإنساني. على فكرة لو قريت الاسم الثاني تحس واحد من أفريقيا، لكن فعلا الرجال أبيض بياض الشمس. السبب اللي خلاني أفتح الموضوع هذا هو المسلسل الوثائقي اللي من منصة هولو بينزل يوم 13 نوفمبر، يعني أسبوع جاي تقريبا على بال ما ينزل المقطع هذا. وقلت دامني أحب التاريخ، فخلنا نتعرف شوية عن التجربة والمعلومات اللي جمعتها خلال كتابتي لهذا الموضوع. في بعض المعلومات الإضافية برضو اللي ما حد تكلم عنها. أول شيء خلينا نبدأ نتكلم عن بداية التجربة وفكرتها الأساسية. قبل تبدأ المقطع لايك وشير وسبسكرايب، فعل جرس التنبيهات، واكتب رأيك تحت في مكان التعليقات، واقترح علي مقطع جديد المفروض أتكلم عنه. ساعدوني. زيمباردو كان يبغى يدرس كيف يتغير سلوك الإنسان إذا صار عنده سلطة، وكيف الناس العاديين ممكن يتصرفون في بيئة سجن شديدة. جاب مجموعة من المتطوعين، كانوا حوالي 24 طالب من جامعة ستانفورد، واختارهم بعناية عشان كلهم يكونون سويين، يعني ما هم مجانين يعني من الناحية النفسية. قسمهم إلى قسمين، نصفهم يلعبون دور السجناء والنصف الثاني دور الحراس 12-12. التجربة كانت مفترض تستمر أسبوعين، وكان مكان اللي صار فيه تجربة كان في يعني زي ما تقول قبو مبنى علم النفس في ستانفورد. حول القبو هذا لسجن وهمي. من أول يوم أعطوا الحراس زي رسمي وعصا ونظارات شمسية عشان يعطونهم إحساس بالقوة والسلطة، بينما السجناء كانوا يلبسون ملابس سجن عادية ويتعاملون كأنهم السجناء فعلا. بمرور الوقت بدأت التجربة تتخذ منحنى غريب أو خطير. الحراس بدأوا يظهرون تصرفات عدوانية تجاه السجناء، وكأنهم صاروا مستمتعين بالتسلط عليهم. بعض الحراس صاروا يقسون على السجناء على الرغم من أنهم زملاء، ويهينونهم ويسوون فيهم عقوبات قاسية مثل حرمانهم من الأكل أو منعهم من النوم. هذه التصرفات العدوانية اللي ظهرت كانت مفاجئة لزيمباردو، خاصة أن المتطوعين كانوا أشخاص عاديين قبل التجربة. السجناء من جانبهم بدأوا يفقدون شعورهم بأنفسهم، وصار عندهم نوع من الإذعان أو الخضوع زي ما تسميها. بعد 6 أيام فقط من التجربة وصلت الأمور لمرحلة صارت فيها خطيرة على الصحة النفسية للمتطوعين، لدرجة أن بعضهم بدأ يظهر عليهم علامات انهيار نفسي، وزيمباردو اضطر يوقف التجربة قبل موعدها المحدد. التجربة كانت صادمة لزيمباردو وللناس في مجال علم النفس، لأنها أظهرت كيف ممكن أن الإنسان يتغير بشكل جذري حسب دوره أو بيئته، وحتى ما مر أسبوع على هذا الشيء. وكيف أن ممكن السلطة تفسد الأخلاق بسرعة حتى عند الناس الطبيعيين. هذه النتائج دعمت فكرة تأثير السلطة، وأن البشر ممكن يتصرفون بوحشية إذا أعطوا دور فيه سلطة، حتى لو كانوا أشخاص طيبين من قبل. خلينا نتكلم شوي عن شخصية الدكتور فيليب زيمباردو، لأنه شخصيته غريبة. كانوا مستمتع بهذا الشيء لو مشيتوا معي في هذا الموضوع. زيمباردو كان شخصية مثيرة للجدل بعد التجربة هذه، لأنه ما تدخل من البداية إنه يوقف سلوك الحراس، وهذا خلى البعض ينتقدونه ويقولون إنه كان جزء من المشكلة. لكن زيمباردو نفسه برر إن هدفه كان توثيق كيف ممكن تتدهور الأمور بدون تدخل، عشان يفهم تأثير السلطة بشكل أوضح. واضح إنه كان حوافزه ما كانت يعني عاطفية. بعد التجربة زيمباردو استمر يدرس ويكتب عن موضوع السلطة والشر، وصار عنده اهتمام بدراسة كيف ممكن الناس العاديين يتصرفون بطرق سيئة في ظروف معينة. في بعض التفاصيل الإضافية اللي تعطي عمق أكبر للتجربة، تشرح كيف وصلت الأمور للتدهور هذا اللي شفناه. أولا اختيار المشاركين وطريقة الاعتقال. زيمباردو تعمد أنه يبدأ التجربة بطريقة قوية، فحتى السجناء جابوهم عن طريق القبض عليهم يعني بشكل مفاجئ ببيوتهم، كأنها عملية اعتقال فعلا. الشرطة محلية شاركت في الجزء هذا عشان يعطون شعور واقعي. يعني الطلاب تم تقييدهم بالأصفاد ونقلهم للسجن اللي كان في الجامعة. من أول لحظة كان زيمباردو يبيهم يشعرون بانعدام السيطرة تماما، يعني بيعيشهم تجربة يعني 100%. ثانيا تصاعد القسوة بشكل سريع عند الحراس. كان في واحد من الحراس سموه جون وين، طبعا لقب ما هو اسم الحقيقي، وهو اللي بدأ في التصرف بشكل قاسي تجاه السجناء. هذا الحارس بحسب كلامه كان يحاول يستنسخ شخصية الحراس العنيفين اللي يشوفهم في أفلام السجون. بدأ يستخدم الإهانة والأساليب المهينة لدرجة كبيرة، وصار يفرض قوانين تعجيزية مثل إجبار السجناء على ممارسة تمرينات متكررة بدون سبب. هذا التصرف شجع بقية الحراس وصار يقلدونه في أسلوبه.
ثالثا زمباردو في دور مدير السجن. زمباردو نفسه أخذ دور مدير السجن وما كان مجرد مراقب خارجي للتجربة. هذا الشيء خلاه يتأثر بالدور ويشعر أنه فعلا عنده سلطة، وخلى تجربته أقل موضوعية. صار فيه جزء من زمباردو يتفاعل مع التجربة كأنه جزء منها، وهذا الشيء عطل استيعابه للمخاطر اللي يمر فيها المشاركين. يعني ممكن نقول أنه فقد الحيادية في فترة ما بسبب اندماجه العاطفي في التجربة، إذا تبغى تقول أنه عاطفي طبعا. رابعا اللي هو التأثير النفسي للسجناء. في حالات انهيار نفسي ظهرت على السجناء، وللآن في واحد من المشاركين اسمه دوغلاس كيربي، أو بأسماء مستعارة استخدموها في التقارير، لو رجعت للتقارير بدأ يظهر عليه أعراض نفسية قوية، من البكاء هستيري إلى الصراخ متكرر يطلب فيه إنه يطلع من التجربة. زمباردو والبقية كانوا بالبداية متشككين في الصدق المشاعر هذه وظنوا إنها يعني تمثيل بس عشان يطلع من التجربة، لكن بعد ما زمباردو لاحظ إنه فعلا في تدهور نفسي حقيقي قرر يطلع كيربي من التجربة. خامسا، وهو هذه معلومة مهمة أبغاكم تركزون معي، هي دور زميلة زمباردو في إنهاء التجربة. زمباردو ما كان له علاقة، حتى ما قال في البداية يعني خلاص هذا الشيء يعني وصل حده. السبب الحقيقي لإنهاء التجربة ما كان زمباردو بل زميلته دكتورة كريستينا ماسلاك اللي كانت تشتغل في مجال علم النفس الاجتماعي. كريستينا زارت الموقع وشافت السلوكيات الغريبة وانصدمت من تصرفات الحراس من سلوك زمباردو كمدير. واجهتها وانتقدتها بشدة وحملتها المسؤولية، وقالت لها أن اللي قاعد يصير هذا غير إنساني. وهذا الموقف من ماسلاك كانت نقطة تحول اللي خلت زمباردو يصحى وينهي التجربة. سادسا وأخيرا، بعد التجربة هذه صارت في موجة من الانتقادات لزمباردو، ووضعت قواعد أخلاقية جديدة للأبحاث النفسية اللي تتطلب مشاركة بشرية. زمباردو واجه كثير من التساؤلات حول إذا كانت التجربة هذه تبرر الأذى النفسي اللي مروا فيه المشاركين ولا لا. التجربة فتحت باب لنقاشات حول كيف ممكن البشر يتصرفون بوحشية لما يكون عندهم سلطة، وصارت نقطة دراسة مهمة في مجال علم النفس الاجتماعي. تجربة ستانفورد في عام 1971 رغم قسوتها فتحت آفاق جديدة لدراسة السلوك الإنساني وأثر السلطة على النفسية، لكنها برضو وضحت مخاطر فقدان الحدود الأخلاقية في الأبحاث. وش رأيكم أنتم؟ هل تعتقد أن هذا الشيء وصل حد، يعني هذا الشيء يعني زاد عن حده، ولا تعتقدون أنه هذا الشيء يبرر فعله أنه يكمل بالتجربة هذه ومفروض يزيد عليها؟ وغير كذا أبغاكم، ما أقدر أشدد كفاية على أنكم لازم تشوفون الوثائق اللي بينسبه له. إيش السبب اللي خلى زمباردو يتخذ هذا الطريق؟ يعني لازم تشوفون المنطق، أو لازم تكون في عقله شوي عشان تفهم ليش هذا الشيء خلاه منطقي إنه يسوي هذا الشيء. لازم تتعرفوا على وجهات النظر من مختلف الأطراف، يعني مسلسل مهم وراح يلعب دور في طرح وجهات النظر هذه المختلفة، وجهة نظر سلبية أو إيجابية بشكل ما. أنا ما أدري بصراحة، ممكن فقدت حياتي في هذا الموضوع. لذلك اكتب رأيك تحت مكان التعليقات، لايك وشير وسبسكرايب. نشوفكم إن شاء الله في مقطع جديد. السلام عليكم.